السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تاني يوم في استقبال البط. كنا نزلنا اول يوم الاستقبال بنعمل ايه، هننزل تاني يوم الاستقبال برضو هنعمل ايه. النهاردة اليوم التاني. كنا عملنا مع بعض اول يوم للبط بيضة. اول يوم علشان يعني تشد البط للأكل عشان ريحة الصفار. تاني كنا سالقين مع بعض بيضتين، هنحط بقى على العلف البيضة التانية زي ما انتوا شايفين كده، وهنفركها كويس علشان البط تشد ريحته وتعلمه الأكل بسرعة. أي نعم معاه مامته هتعلمه، بس دي كمان هتزود البروتين في العلف. طبعا غير انها تشد ريحته وتديله بروتين اعلى. واصلا البط بيبقى جوه البيضه او الفراخ او الرومي او ما شابه ذلك، اي حاجه بتطلع من البيضه بتبقى بتتغذى على الصفار، فلما بتشم ريحه الصفار بتقبل عليه احسن وبتتعلم الاكل بسرعه. ماشي، غير انها بترفع القيمة الغذائية للعلف او للاكل. اي نعم الاعلاف فيها بروتين كويسة جدا، بس انت بتزودي والزيادة جميلة جدا، مفيش اي مشكلة فيها. هحط لهم الاكل والمية بقى هحط لهم الهيه سيليميون. كان فاضل شوية عندي من الفراخ، انتوا تقدروا تشتروا اللي هو رافع مناعة، بيبقى عبارة عن الهي سيليميون ده للوقاية من أمراض الناتجة عن نقص فيتامين ه. رافع مناعة، بصوا يا جماعة، متوفر فيه جميع أنواع الفيتامينات، يعني بيدي الأعلى، يعني يعتبر من أحسن الرافع المناعة اللي أنا بمشي بيه وبستخدمه. هما كان فيهم حوالي 2 سنتي او اقل. انا حطيت عليهم شويه ميه ورجيتهم وحطيتهم، ماشي، وحطيتهم اهو في الميه. هحطها لهم بقى يشربوا منها، هقلبها واحطها لهم يشربوا منها. هحطها لهم علشان انا ما معيش حد يصور، بصور بايدي. هحطها لها وارجع معاكم تاني. احنا كنا في الفيديو اللي فات كنا قايلين ان عيب يعني ان احنا في الحر، فانا عادي ان انا ما احطش فرشه للبط، ان ده مش هيأثر عليه ولا هيأثر على رجليه ولا اي حاجه، بس هو ده عيبه، ان البطه بتتلحوس وبتتبهدل. هي متأثرش على رجليها ولا اي حاجه، هم هربانين هناك خايفين من الكاميرا، بس زي ما انتوا شايفين كده، شايفين البطه البيضه دي ديلها، شايفين تحسيه مغمق كده، فهو عيبه ان هو بيتلحوس وبيتبهدل. فطبعا هم باشنينه هنا الحته خالص او طربوها، فانا هعوضهم. هعمل ايه؟ شويه تراب كده وهردم لهم شويه تراب اهو، رمل صافي، بس هو عشان على السطح فمتبهدل من العفره ومتعفر وكلام من ده، فانا هفرد لهم بيه علشان يعني هما لسه صغيرين. هو يعني احنا ممكن نربي في الصيف، وانا بفضل الرمل ده على فكرة يا جماعة في الصيف، علشان بيبقى ساقع على جسم الفرخ او على جسم البطة. انما التمل او النشارة بتسخن، فبفضلها في الشتاء. تمام، فانا هردم لهم كده وارجع اوريكم بعد ما ردمت. انا ردمت لهم اهو. انا مش بوقفكم على الرمل الصافي، انا عامله الفيديو ده لا او يعني انا عندي تمل وعندي نشاره والدنيا تمام، وعندي رمل صافي وعندي كل الادوات الردمه متاحه، بس انا بعمل كده ليه او بقول لكم كده ليه؟ عشان في ناس بتشتري الحاجات دي ومش دايما متواجده ومش بتلاقيها. ففي الصيف ما توقفيش نفسك، ممكن كل يوم تتني كنسل المكانهم، كنسل المكان بحاجه مطلعه الميه او مكان الحمام بتاعهم مطلعاه، والتن رشه مكانهم جير وخلاص على كده. فانا الفكره دي للناس اللي يعني ايه
طبعا للناس اللي هي ما عندهاش امكانيه فرش، فانا حبيت احط لكم كل الطرق قدامكم. ده الفيديو اللي هينزل اوله هيبقى متصور امبارح لما كنا بننضف الفرش. احنا كنسنا امبارح، وعايزه اوريكم ان النهارده تاني يوم الصبح الدنيا ناشفه، مفيش غير الحته الصغيره اللي هناك دي، والدنيا تمام وزي الفل اهي ماشي. فانا بحب اطمن الناس اللي هي عندها مشكله في موضوع الفرشه ان هي تقدر تربي في الصيف عادي بكل سلاسه وبكل سهوله من غير فرش. تمام. انا مش بقول لكم ان انا ما عنديش، والله انا الفرشه اهي والتمل اهو، بس انا حابه اوضح للناس اللي ما بيلاقيش الفرشه او بتشتريها، او الفرشه دي بتبقى صعبه والطيور بتهلك فرشه كتير. عايزه اوريكم المكان ناشف وزي الفل اهو. يا رب اكون قدرت افيدكم. متنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.